يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. جايبت لكم اليوم وصفة المعكرونة بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة. إذا لسه مش مشتركين بالقناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك وشير للفيديو بين أصحابكم وأهلكم. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. على نار وسط أنا ضفت الزيت النباتي وحبة بصل مفرومة مع سن توم مهروس، بنقلبهم حتى يتدبلوا. بعدين معي هون نص كيلو من اللحم المفروم، بدنا نستويه بالطريقة المعتادة. بعد تتشرب المي بضيف عليه الملح، الفلفل الأسود، ورشة من القرفة. أنا دايما بضيف رشة من القرفة على اللحمة المفرومة وبنقلب. أنا هون طبعا هاي إضافة اختيارية اللي هي مية البندورة أو الصلصة الخفيفة، وبنقلبها مع اللحمة المفرومة، وشوي من المي المغلية بنضيفها مع الصلصة، يعني تقريبا قد معلقتين كبار فقط. بنخليهم تقريبا دقيقة على النار وبنغطيهم ونرفعها على النار. هون بدي أعمل صلصة البشاميل. معي هون 100 جرام من الزبدة، ما يعادل 10 معالق كبيرة. بنضيف عليها 10 معالق كبيرة من الطحين. طبعا أنا هون دوبلت الكمية، هي الكمية 5 معالق كبار من الزبدة، عليهم 5 معالق كبار من الطحين، وعليهم 4 كوبايات من الحليب. أنا هون ضفت الحليب بالتدريج. طبعا هون الحليب كميته أنا مضاعفاها ل8 كوبايات، وبضلني أحرك حتى تدوب كل الطحين والتكتلات كلها تروح. بس ما تخافوا، إذا ضايل بالآخر شوي تكتلات بالبلندر نقدر نطحنها كلها، ما في مشكلة. وبنضل نحرك على نار متوسطة. أنا هون بدأ يتكاثف، يصير المزيج كثيف. حطيت عليه الملح والفلفل الأسود. إذا عندكم الفلفل الأبيض متوفر حطوا بدل الفلفل الأسود. هون إضافة اختيارية جبنة التشيدر، أنا حطيت قد نص كوباية تقريبا أو أقل، ممكن تزودوا أو تقللوا حسب رغبتكم. ممكن تحطوا جبنة موزاريلا. هاي المعكرونة اللي أنا استخدمتها 500 جرام، واتبعت التعاليم الموجودة على الكيس لسلق المعكرونة. طبعا أنا استخدمت هون كيسين من المعكرونة. شفتوا كيف المزيج صار كثيف، مزيج البشاميل. أنا هون لاحظت وجود شوي من التكتلات زي ما أنتم شايفين. أنا هون راح أطحنها بالبلندر. هاي البلندر بطحنها وعشان يصير المزيج ناعم. شوفوا كيف صار المزيج ناعم. هلأ بعد ما المعكرونة استوت وسلقتها وصفيتها، بدي أضيف عليها من صلصة البشاميل اللي عملناها. تقريبا ضفت على كيسين المعكرونة 5 مغارف من البشاميل. بحبها تكون شوي هيك مش ناشفة. هون بصينية الفرن حطيت بقاع الصينية شوية بقسماط أو كعك مطحون أو الخبز الناشف المطحون، ومغرفة من صلصة البشاميل، وبفردها على قاع الصينية. طبعا أنا بكون محمية الفرن، مشغلاه ومحمياه على حرارة 180. بحط هون نص كمية المعكرونة وبساوي السطح، وبضيف هون اللحمة المفرومة اللي عملناها بالأول، وبنوزعها بشكل متساوي على المعكرونة. وبعد هيك بضيف قد مغرفة واحدة من صلصة البشاميل. طبعا هي انتو اختياري إذا بدكم تضيفوها، وإذا ما بدكم مثل ما بدكم. وأنا ضفت كمان جبنة اللي كانت متوافرة عندي من جبنة التشيدر، الشرائح قطعتها وحطيتها. فيكم تحطوا انتو جبنة موزاريلا، وفيكم تستغنوا عن الأجبان كلها مثل ما بدكم كيف ما بتحبوا. ضفت أنا النص الثاني من المعكرونة فوق اللحمة المفرومة. بعدين ضفت باقي كمية صلصة البشاميل على الوجه، ووزعتها كلها على المعكرونة وسويت السطح. بعد ما سويت البشاميل رجعت حطيت وزعت من جبنة التشيدر. طبعا هذه حسب الرغبة، فيكم ما تحطوا جبنة بالمرة، والكمية برضو حسب رغبتكم. في ناس بحبوا قليل، في ناس بحبوا كتير، في ناس ما بحبوا أبدا الجبنة. وزعت شوي كمان من البقسماط على الوجه، بيعطي لون حلو وقرشة خفيفة.
بعدين بنحط الصينية بالفرن المحمى مسبقا على الرف الوسطاني مدة نص ساعة. أنا تقريبا أخذت معي 22 دقيقة لأنه فرني بمروحة. وهاي شكل المعكرونة بعد ما طلعتها من الفرن. طبعا بعد ما تطلعوها من الفرن مش على طول تقطعوها، بدكم تتركوها شوي تهدى تقريبا من ثلث ساعة لنص ساعة، عشان لما تقطعوها وتطلعوا القطع ما يعني تطلع شقفة واحدة وتكون متماسكة، ما تكون البشاميل لساها سخنة ومرقة. بس هاي كانت وصفتنا لليوم. يا ريت إذا عندكم أي تعليق تكتبوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. بدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية.